على الرغم من أن الطرق تلبي احتياجاتنا للذهاب من مكان إلى آخر، إلا أن هناك طرق قد ترجعنا خطوة إلى الوراء نتيجة للذهول الناتج عن خطورتها، حيث تمتلك هذه الطرق تاريخا طويلا من الحوادث وكذلك القتلى. لكن إن كنت من محبي المغامرة والقيادة معا وتبحث عن رحلة بها الكثير من الإثارة والمتعة، فإليك مجموعة من أكثر الطرق خطورة وغرابة حول العالم. يعد ممر تاتياما الموجود بجبال الألب الشمالية في اليابان أحد أغرب وأمتع الممرات والأماكن التي قد تتمنى زيارتها في أحد الأيام، وذلك لما تحتويه من مناظر طبيعية خلابة وعجيبة على مسافة يبلغ طولها 1000 قدم متعرجة، والتي ستشعرك بالمتعة والمغامرة، الشيء الذي يجذب الملايين من السياح سنويا. ومما يجعل هذا الممر مميزا هو تواجده بجبال تاتياما ذات الجدران الثلجية العالية، والتي قد يصل ارتفاعها حتى 20 مترا خلال فصل الربيع. يعد جسر ستور سيسانديت معلمة مهمة في طريق النرويج على المحيط الأطلسي، والذي يظهر بشكل غير عادي لدرجة أنه أصبح يعرف باسم طريق الوهم البصري، الشيء الذي جعله يأخذ شعبية كبيرة ويجذب الآلاف من السياح كل عام. ينحني الجسر فوق البحر النرويجي بطول 259 مترا، والذي يشكل خدعة بصرية للسائقين ليبدو وكأنه يسقط في البحر. وبالإضافة إلى أن هذا الطريق غير محمي من شمال المحيط الأطلسي، فإنه يشمل سلسلة من الانعطافات تجعله طريقا محفوفا بالمخاطر، إذ تواجه السيارات هجوما قويا من الرياح والتي قد تدمرها أو تقذفها في المياه. صنف جسر كانديسكي من بين أكثر الجسور خطورة في العالم، وهو جسر متهالك يمر عبر منطقة بايكال في روسيا، حيث يبلغ طول الجسر 1870 قدما وعرضه فقط 6 أقدام، مع عدم وجود سور أو تدابير أمن وسلامة للحماية من السقوط في المياه المتجمدة أدناه. لذلك فعلى السائق أن يتحلى بأعصاب قوية للمرور من هذا الجسر، حيث تبعد عجلات السيارة بضع سنتيمات فقط عن الحافة. وأسوأ ما في الأمر أن الألواح الجسر الخشبية يمكن أن تكون زلقة بسبب هطول الثلوج بشكل متكرر. وقد بني الجسر في الأصل ليكون جزءا من خط السكة الحديد الرابط بين بايكال وأومور، لكن المشروع لم يكتمل فترك ولم يستخدم منذ ذلك الحين. هذا الطريق هو واحد من الطرق الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، حيث يقدم إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية المحيطة به. والغريب أنه في نفس الوقت يعتبر من أخطر الطرق الموجودة على سطح الأرض، فهو يقع على مسافة 9000 قدم فوق سطح البحر، بالإضافة على أنه يحتوي العديد من التعرجات والانحناءات التي قد تصل إلى زاوية 180 درجة، بمعنى أن خطأ بسيطا في القيادة أثناء السير عليه قد يؤدي بك أسفل الجبل على الفور. كانت الصين هي الدولة السباقة في بناء أول طريق سريع نصفها تقريبا فوق المياه، حيث يبلغ طول الطريق 10 كيلومترات، 4 كيلومترات منه بنيت فوق المياه على طول نهر وسط الصين بكلفة وصلت إلى 70 مليون دولارا. والجميل في الأمر أن القائمين على المشروع اختاروا إنشاء الطريق على المياه تجنبا لقطع الأشجار والحفاظ على الثروة الطبيعية الخضراء بالمنطقة. ويتوقع أن يصبح هذا الطريق مقصدا للسياح لجمالية المناظر المحيطة به، بالإضافة إلى كونه طريقا مختصرا يربط الكثير من القرى والبلدات الصغيرة بالمدن الكبيرة والمناطق التجارية. في النهاية أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، فلا تبخلوا علينا بإعجاب أو تعليق يدعمنا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، ودمتم سالمين.